اغلب الناس فاكره ان معاناتها جايه من الوجع نفسه، من الفشل او الخساره او الغلط، لكن الحقيقه اوقات كتير احنا ما بنتعبش من الوجع نفسه، احنا بنتعب عشان مش فاهمين معنى الوجع ده. يعني في واحد ممكن يعيش سنين في الوجع ويتحمله عادي طول ما هو شايف ان الوجع ده ليه معنى، وممكن نفس الشخص ده ينهار اول ما يكتشف ان كل التعب اللي تعبه راح في الاتجاه الغلط. الحوار عامل زي ام تعبت في تربيه ابنها 20 سنه وفي الاخر ابنها دخل السجن، او ام تعبت 20 سنه وفي الاخر ابنها بقى دكتور. ما رضيتش اقول مهندس عشان ان انت مهندس ده حاجه بتتولد بيها، ده قدر مش مجهود. وده بالظبط يا تيحة اللي الجزء ده من الكتاب جاي يتكلم عنه، اني ابطل اسال ازاي اهرب من الوجع وتبدا تسال السؤال الاهم، انا بتوجع ليه؟ ايه الحاجه اللي مخلياني شايف ده نجاح او فشل؟ اهلا بيك يا تيحة في حلقه جديده في قناه جوبا. في القناه دي بتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحة بتعمل لايك واشتراك عادي جدا. لحد هنا يا تيحة الكتاب كان بيقول لك اهدى، مش لازم تكون مبسوط دايما، مش لازم تهتم بكل حاجه في الحياه، مش معنى عندك وجع او قلق او مشاكل ان فيك عيب كوني يا تيحة. لكن من هنا بقى الكتاب يدخل على حقيقه مهمه، مش حته ازاي تهدى، لا، حته ازاي اصلا تعيش حياه ذات قيمه جوه حياه مليانه مشاكل، وجع، واختيارات غبيه منك، وقيم متلخبطه، وواحد زيك كده يا تيحة بيحاول يفهم هو ايه مشكلته. الكاتب بيبدأ الفصل ده بقصة غريبة شوية. هيرو اونودا جندي ياباني اتبعت جزيرة نائية في الحرب العالمية الثانية. نائية يعني ما فيهاش حد يا تيحة، وكل المعلومات اللي اتقالت له لا تستسلم. وبعد ما الحرب انتهت فعليا يا تيحة واليابان نفسها استسلمت ساعة قنبلة هيروشيما وناجازاكي، العالم كله دخل في مرحلة جديدة، لكن الا هيرو اونودا. الراجل ده فضل في الغابة سنين طويلة جدا بعد الحرب، ومقتنع ان الحرب لسه شغالة. زي ما قلت لك يا تيحة هو كان في جزيرة نائية ما فيهاش حد، او تحديدا كان فيها ناس ولكن ما فيهاش تكنولوجي اللي هو مش بيوصل له رسائل. امريكا فضلت تنزل في بوسترات وحاجات وتعلقها في الغابه، ولكن فضل الراجل شايف ان ده فخ من الامريكان عشان يوقعوا. الناس اللي ساكنين في الجزيره دي طلعوا قالوا له ابوس ايدك الحرب خلصت، وهو رافض. وطبعا الراجل ده كان بيأذي الناس دول، فكان بيقتل الماشيه بتاعتهم اللي هي الخرفان والمعيز والحاجات دي، كان بيسرق من عندهم حاجات للاكل هو والجنود بتوعه. وفوق كل ده فضل عايش نفس المعركه اللي انتهت من زمان جدا. عايز اقول لك كمان ان الراجل ده وصلت معاه ان هو كان بياكل الديدان ومستخبي في غابه، وعمره كله تقريبا اتفنى هناك، لكن هو فضل قادر يكمل لان هو مقتنع ان هو بيحارب وبيعاني لاجل قضيه مهمه، قضيه الوطن، وان هو وافي الوطن. واخيرا هيرو اونودا اقتنع ان الحرب خلصت بعد ما وصلت اخباره لليابان رسميا وبعتوا له كتيبه يروح يجيبوه. خرب سنين الجزيره، لكن اول ما رجع يا تيحة بعد الحرب اكتشف ان اليابان ما عادتش زي الاول. ممكن انت يا تيحة ما تعرفش الحوار ده، ولكن اليابان قبل الحرب العالميه الثانيه كانت دوله عسكريه صارمه، عسكريه، كان الوفاء للوطن والجيش وكل الليله دي. بعد الحرب العالميه الثانيه بقت دوله انمي بقى، حرفيا انمي بقى. المهم ان هو بعد ما رجع اكتشف ان اليابان اللي كان بيحارب عشانها كل ده ما عادتش اليابان بتاعت الاول، ما عادتش موجوده بالشكل اللي كان عايش فيه، وان الدوله اللي كانت في باله انهارت. وبعديها هو انهار. ليه انهار يا تيحة؟ لان الوجع اللي هو عاشه كل الفتره اللي فاتت واللي كان مستحمله طلع على فشوش، او بالتحديد فقد المعنى. يعني يا تيحة لو جينا نفهم الحته دي، المعاناه نفسها مش هي اللي بتكسرك، اللي بيكسرك لما المعاناه تفقد المعنى اللي انت بتعاني عشانه. الكاتب بيقول لك السؤال مش ازاي اوقف الوجع، ازاي ابطل اتضايق في الدنيا دي، ازاي ابطل احس باحساس سيء طول ما انا عايش في الدنيا. السؤال اللي بيقول لك عليه الكاتب فعلا هو انت بتعاني. ده السؤال اللي المفروض انت يا تيحة تساله لنفسك، لان الكاتب بيقول لك ان انت بتتعامل مع الوجع او الالم ان هو ضيف جاي عليك البيت. والصدمه ان الكاتب بيقول لك ان التفكير ده غلط، ده مش ضيف بيزورك وبيمشي، لا يا حبيبي، ده الصاله، ده اللي مكان اول ما تصحى من النوم موجود فيه. الصاله ده هو الحزن والمعاناه وكل حاجه وحشه بتحصل لك في دنيتك. اوضه النوم ممكن تكون السعاده، الحمام وقت الفراغ. فانت المعاناه نفسها جزء من بيتك، او بمعنى تاني يا تيحة هي جزء من حياتك، فبطل تحاول تهرب منها. في الحقيقه حاول تفهم انت بتعاني ليه، لانك لو فضلت عايز تعيش من غير وجع او خيبه او قرار غلط او حاجات غبيه، انت عايز تعيش حياه مش موجوده اصلا على الدنيا. فالحوار يا تيحة مش ان انت تعاني او ما تعانيش، الحوار يا تيحة مين بيعاني على ايه وهتنتهي معاناته في خدمه ايه. الشاب المغترب. يا تيحة انت مش فاهم يعني ايه يا تيحة شاب مغترب. انت قاعد في بيتكم وسط اهلك مش فاهم يعني شاب مغترب. انا هنا بعاني كل يوم في الغربه، ولكن كل مره بفتكر ان المعاناه دي انا بعانيها عشان الناس اللي بيحبوني وواثقين فيا، او عشان حلمي اللي انا نفسي احققه، بنسى كل المعاناه دي، او تحديدا استحملها عشان دلوقتي يا تيحة بالظبط انا فاهم انا بعاني
ليه؟ بصلة إدراك الذات. كاتب بيقول لك عشان تفهم نفسك يا تيحة اعتبر نفسك بصلة، وأنت عبارة عن مجموعة طبقات، أو تحديدا الوجع عبارة عن مجموعة طبقات. كل ما تقشر طبقة عينك بتدمع أكتر. الطبقة الأولى هي بسيطة نسبيا، ألا وهي الشعور اللي أنت حاسس بيه، متعصب، متضايق، زعلان، متنرفز، أيا كان. أنت تسأل نفسك أنا حاسس بإيه. تاني حاجة تسأل نفسك السؤال الأجمد، أنا ليه حاسس بده؟ أوه سؤال قوي، أنت ليه حاسس بالإحساس ده؟ الطبقة الثالثة بقى والسؤال الثالث، ليه أنا معتبر الحاجة دي أصلا نجاح أو فشل، او تحديدا ايه المقياس اللي مخليني احدد دي صح او غلط. مثلا انت بعت لمراتك رساله وهي ما ردتش عليك، انت ممكن تعتبر ده عادي وممكن تعتبر ده جرح. الحدث او الحاجه اللي حصلت واحده، لكن القيمه اللي انت قست عليها مختلف. لو انت شايف ان الحب معناه التواصل باستمرار فانت هتتوجع، ولو انت شايف ان الثقه والاحترام هما الاهم فانت بالنسبه لك الموقف ده موقف تافه. والعكس برضه، لو جوزك شافك زعلانه وما جاش رضاكي ممكن انت تعتبري ده عادي. المهم ان يكون شخص متحمل المسؤوليه وشايل البيت. وممكن من الناحيه الثانيه تعتبريه شخص مش حنين وتتضايق منه جدا، توصل معاك انك ممكن تطلبي منه الطلاق عادي. يعني ممكن مشكلتك احيانا يا تيحة مش في اللي حصل لك، مشكلتك في المقياس اللي بتحكم فيه على اللي حصل. والكاتب هنا يا تيحة مش بيقولك ان مقياسك غلط، لا افهم يا تيحة، الكاتب هنا يا تيحة بيفهمك مشاعر، بدل ما انت حاطط مقاييس غلط مش فارقه معاك وعاملها فارقه معاك، فانت اختار المقاييس اللي انت بتزعل عشانها وما بتزعلش عشانها، بدل ما انت عايش حياتك بتخبط في الناس كده. هنا الكاتب بيشرح لك حاجة قوية جدا، ألا وهي مشاعرك، أفكارك، قراراتك، اختياراتك، إحساسك بالنجاح أو إحساسك بالفشل، كل ده راكب فوق حاجة اسمها إيه؟ القيم. يعني إيه المهم عندك؟ إيه اللي بتعتبره يستاهل؟ إيه الحاجة اللي بتشوفها شرف؟ إيه اللي بتشوفه خسارة؟ وإيه اللي بتعتبره إثبات لذاتك؟ لو قيمك باظت كل اللي فوق ده بايظ. فلنفترض إن أنت عندك قيم إن أنت لازم تكون أشهر إنسان في الوجود، أنت هتعيش في جحيم مش طبيعي، لأنك هتفضل طول عمرك تقارن بالناس اللي حواليك، ده أشهر مني، ده اشهر مني، انا مش عارف لازم اكون اشهر واحد في الاوضه، او انت لازم دايما تكون صح. فيا انت عمرك ما هتتعلم حاجه في حياتك. لو قيمتك انك بتحاول تبقى مبسوط طول الوقت فاحب ابشرك يا تيحة انت هتفضل تعيش طول الوقت. ستيف موستر كان شغال في فرقه موسيقيه اسمها ماتيليكا، والشركه دي مبيعاتها كانت بالمليارات، وللاسف طردوه من الفرقه، فراح ديف وعمل فرقه جديده وبالفعل عمل نجاحات مش طبيعيه. مبيعات الالبومات بتاعت الفرقه دي وصلت لمئات الملايين، بس خد بالك يا تيحة انا بقول لك مئات الملايين، يعني اكتر من 100 مليون، ولكن الفرقه القديمه بتاعته ميتاليكا كانت بالمليارات. الراجل وصل لنجاح مليار واحد يتمناه، ولكن هو فضل شايف نفسه فاشل. عشان ايه؟ عشان فضل يقارن نفسه بفرقته القديمة وفضل شايفهم أنجح منه، مع إنه حقق نجاح مش طبيعي، وده بسبب إنه اختار مقياس مسموم. توكسيك يا عزيزي تيحة، توكسيك. فالدرس هنا يا تيحة لو المقياس اللي انت حاطه على حياتك مقياس مسموم فانت هتعيش حياتك كلها شخص فاشل حتى إن كنت شخص ناجح. ولا قصة تانية خاصة بيا بحب أحكيها، فترة في إعدادي أنا كنت الدحيح بتاع الدفعة. للمعلومية أنا كنت الدحيح الصايع اللي بخرج ببسط طول الوقت، خناقات في المدرسة، حوارات، كل الليله دي، ومع ذلك انا كنت الدحيح بتاع الدفعه. نعم كنت الدحيح. وكان في واحد دايما بيجيب الاول على الدفعه، كنت دايما بجيب التاني، دايما بجيب 99% كده ويبقى في كام غلطه. الفكره اني جايب 99% بس كنت بطلع متضايق، لحد ما في مره جه ترم وما كنتش زعلان على 99%، اللي هو مش فارقه معايا يطلع هو الاول ما يطلعش هو الاول، المهم انا جبت 99%، انا كنت مبسوط وطنشت الموضوع. ما عادش فارق لي حوار ان انا اطلع الاول او التاني، المهم ان انا ابقى احسن من نفسي وان احاول في الترم الجاي ان انا اجيب 100%. خد بقى حته الاورا دي يا تيحة، اقسم بالله من ساعتها الواد ده ما شمش ريحه الاول حتى، فشخته سنين كتير قدام. كنت ساعتها في سنه ثالثه اعدادي، من ثالثه اعدادي لحد ثالثه ثانوي الواد ده ما شمش الاول. الصدمه الاكبر الواد ده ما عادش موجود اصلا في التصنيف، ظهر لي منافس تاني وبقيت بنافس معاه وبقيت انا وهو كده فاهم، دايما الاول 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 الاول، وده كله عشان انا شلت المقياس المسموم اللي كان في حياتي. انا مقياس نفسي، ما حدش غيري مقياس نفسي. هنا الكاتب جاي يقول لك ان في شويه قيم كده شكلها حلو، يعني اي انسان يحبها القيم دي، ولكن هي فخ. يعني في الحقيقه القيم دي
غلط. واحد، المتعة قيمة حلوة، كلنا بنحب نتبسط يا تيح، وانا اولهم وانت اولهم، لكن خلينا واقعيين شوية يا تيح. المتعة دي سبب الدمار في العالم كله. المتعة عبارة عن لحظة، خد بالك انا بتكلم عن المتعة مش السعادة. السعادة ده احساس بيقعد مدة طويلة، ممكن تكون متضايق بس انت سعيد في نفس الوقت، لان السعادة عكسها الكآبة، فاهم الفرق؟ فالسعادة حاجة والمتعة حاجة. المتعة لحظة انت مثلا جبت فيها ايس كريم، لحظة انت بدل ما تذاكر شغلت فيديو على اليوتيوب، لحظة حرفيا صغيرة سطحية بتخلص بسرعة، وهي قد تكون واحدة من أسوأ القيم اللي موجودة في حياتك، لأنها ممكن توديك للإدمان، للفشل، للقلق، للتشتت، كل ده يا حبيبي عشان انت بتجري ورا المتعة. 2، النجاح المادي. الحتة دي حلوة قوي. ناس كتير فاكرة ان الفلوس مهم، ودي حقيقة، والنجاح المادي مهم، بس لحد مرحلة معينة مش هيبقى مهم. بمعنى انت دلوقتي مش لاقي تاكل، طبيعي يبقى هدفك ان انت يبقى معاك فلوس كتير بحيث ان انت دايما عمرك ما تحس بالجوع، ولكن بعد ما يبقى معاك فلوس اعلى من الحوار ده هتلاقي ان الفلوس ما بتحلش المشاكل، هتلاقي ان انت ضيعت عمرك بتجري ورا ازاي تعمل فلوس، لكن اكتشفت ان انت ما انتش محتاج الفلوس دي، ان الفلوس دي مش عامله لك كل حاجه. هي الفلوس بتعمل كل حاجه كده كده، ولكن at some point الفلوس مش هي اللي بتجيب السعاده. الفلوس وسيله بتجيب بيها السعاده، ولكن مش هي اللي بتجيب السعاده. هي وسيله من احدى الوسائل يا تيحة. 3، ان تكون على صواب دائما، ودي يا تيحة من اخطر القيم، لان يا تيحة انت لو شايف نفسك دايما صح، اي حاجه هتحصل غلط في حياتك هتبقى بالنسبه لك بتهدد هويتك، فانت ممكن تضطر تكذب او تهدد او تبرر او تقاوم حته انك تروح تتعلم حاجه جديده. مثلا في الشغل يا حبيبي، وانت عامل شغل مظبوط جدا جدا ومسلمه للمدير، مديرك بص على الشغل وشاف ان في اخطاء، فجاي يقول لك فهمني ليه الاخطاء دي موجوده. طبعا ده سؤال بعض المدراء الزباله بيسالوه، لان دي الطريقه الغلط انت تتعلم بيها الموظف. ما تقولش الموظف ان هو غلط، روح قول له بقول لك ايه، ما تعدل دي غيرها لدي، ما تعدل دي غيرها لدي، بقول لك ايه غير دي لدي. ما تقولوش دي غلط الا بعد ما تقول له يغير وتشرح له السبب، وبعدين تقول له عامه دي امبروفيشنال بس، لما ما تروحش تقول له اشرح لي انت ليه عملت الحاجه دي غلط. ده غباء، انت كده بتكسر هويته. ولكن خلينا نكمل. جه المدير وقال لك اشرح لي الاخطاء دي موجوده، فانت طبعا شخص ما بتشوفش نفسك غلط، فبدات تكذب وتقول شويه حوارات ان البتاعه دي انا قاريها في مكان الفلاني ومتعلم عليها في المكان الفلاني، فانا طلعتها لك بالشكل ده. وده طبعا كذب يتيح، او ان انت تقعد تبرر ان انت كنت مشغول او مضغوط فانت دي اخطاء فبتطلع عادي في الشغل والهبل ده. ولو هو بدا يشرح لك ايه الصح بتاعها، انت هتقاوم انك تتعلم ومش تبقى عايز تسمع، لان انت شايف اراءه كلها غلط. 4، الايجابيه طوال الوقت، ودي حته قويه جدا في الكتاب يا تيحة، انا بحبها جدا. الايجابيه طوال الوقت مصيبه وكارثه، ان انت ممكن تكون في مشكله بتحصل في حياتك وانت تقعد تقول تمام مش مشكله، اكيد دي فرصه انا هنتهزها عشان ابقى احسن. حياتك بتكون بتولع وانت شايفها فرصه، بتقول الحمد لله على كل شيء وقعدت في مكانك ما عملتش حاجه. غلط، احمد ربنا كده كده، اصبر، بس لازم تفهم يا حبيبي انك موجوع، انك متضايق، ان في مشكله، لانك لو فضلت تكتم هتنفجر في وشنا، ولو يا تيحة جيت انفجرت في وشي انا هسمعك كلمتين ما لهمش تالت. الحياه مش دايما حلوه، الحياه فيها مشاكل، والحياه اصلا زباله. فيا تيحة ما تبقاش دايما ايجابي، اعترف ان عندك مشاكل، اعترف يا احمد ان انت في فتره صعبه ولازم تحلها، ان انت تتعصب مش مشكله، ان انت تتضايق مش مشكله، ان انت تقع وتنهار شويه وتحبط مش مشكله، ده طبيعي، بس انت لازم تعترف بده وتبدا تفهمه مش تدفنه. الشابتر الخامس، الكاتب هنا بيتكلم عن حاجة قوية جدا، انت في حالة اختيار دائم. مثال عبقري، واحد حط مسدس على دماغ ابنك يا تيحة وقال لك ان انت عليك تجري الماراثون ده كامل. الماراثون ده يقدر بحوالي 42 كيلومتر، انت طبعا هتعمل ايه؟ هتفك سبرنت وهتخلص فعلا الماراثون. دي القصه الثانيه ان انت شخص طموح وفكرت في يوم ليه ما اجريش مثلا ماراثون كامل، وبدات فعلا تتمرن وتجتهد وتعمل وتسوي، وفي الاخر قدرت تجري الماراثون كامل. ايه الفرق ما بين القصتين؟ النتيجه واحده، ولكن الاولانيه اجبار والثانيه اختيار. هنا الكاتب بيقول لك ان في مشكله ممكن تبوظ لك حياتك، وفي مشكله ممكن تديك احساس حلو بانك انجزت انجاز معين، مع ان الاثنين ادوا لنفس النتيجه. بص انا هعيد لك الحته دي ب3 مرات على وعسى تفهمها. محدش هيلومك على الظروف اللي هتحصل لك، لانها فعلا زي ما انت قلت هي مش بايدك، ولكن كل الناس هتلومك على رد فعلك على الظروف. تاني، مش كل حاجه حصلت لك انت السبب فيها، ده اكيد، لكن الكاتب بيفرق ما بين الذنب والمسؤوليه. تالت، انت ممكن ما تكونش مذنب في اللي حصل لك، لكن لسه مسؤول عنه ولازم تتعامل معاه.
ويليام جيمس كان داخل على انهيار حقيقي، صحته كانت وحشه جدا وكان بيعاني صحيا من وهو صغير، عنده مشاكل في عينه ومشاكل في ظهره ومشاكل في بطنه، ازمات صحيه كتير خلت حياته صعبه ان هو يقف على رجله، وفشل في اكتر من حاجه هو دخل فيها، منها الرسم ومنها برضو الطب. دخل الطب مرتاحش، قال بدل ما اعالج الناس اروح اعالج نفسي. وصل من كتر الكآبه في حياته ان هو بدا يفكر حرفيا ينهي حياته. يعني انا دي ما بتكلمش عن واحد متدلع، انا بكلمك على واحد وصل لمرحله ان هو بيفكر بجد ينهي كل حاجه، ولكن مره واحده قرر ياخد قرار لمده سنه يتحمل مسؤوليه كل حاجه بتحصل في حياته. اي نعم هو مش مذنب في كل الازمات الصحيه اللي بيعاني منها ولا كل الفشل اللي هو قابله في حياته، ولكن هو مسؤول عن الحاجات دي كون ان دي حياته. طبعا دي مش بعد ما خد القرار ده من تاني يوم حياته بقت ورد، لا طبعا كان لسه بيعاني واحيانا بيحس ان الدنيا جايه عليه وبيقعد يعافر تاني يقول لا انا المسؤول عن قراراتي وانا مسؤول عن اللي بيحصل لي، ولكن هو فضل يحارب وعمره ما استنى ان الحياه تيجي تعتذر له، وده اللي خلاه مع الوقت واحد من اهم الاسماء في الفكر وعلم النفس. لان يا تيحة هو باختصار فكر ان طول ما انا بتحصل لي مصيبه وببدا اشتكي من الدنيا فانا بشيل ايدي من على الدركسيون وبسيب العربيه تسوق لوحدها، ولكن اول ما ابدا افهم ان انا لما اكلت المطب ده انا لسه مسؤول عن العربيه وعن الطريق، ده هيخليني ارجع حتى لو على الاقل امسك الدركسيون تاني. مش هيديني التحكم الكامل في اللي جاي كله، ولكن على الاقل رجعني جزء من التحكم، ان انا ما عدتش سايب الدنيا تمشي زي ما هي، اني بطلت اقعد اولول على المصايب اللي حصلت في حياتي وبدات اركز ان انا مسؤول عنها والمفروض احلها حتى لو مش انا السبب فيها. فهمني يا تيحة؟ يعني ممكن انت وتساق عربيتك حد يخبطك، انت مش مذنب، بس انت مسؤول ان انت تروح للميكانيكي وتصلح عربيتك. ممكن تحصل لك مليون مصيبه انت مش مذنب فيها، ولكن انت مسؤول عن حلها. الكتاب هنا بيفرقك ما بين الشخص الملوم والشخص المسؤول. ممكن يكون عندك عقد نفسيه بسبب ابوك او امك او المدرسه او المجتمع او حتى الحاره المنطقه، ممكن حتى حظك، الصدمات اللي انت مريت بيها في حياتك، كل الحاجات دي ممكن الذنب يكون عليهم وعندك عقد نفسيه بسبب، او عندك مشاكل في حياتك بسبب، اتولدت في بيئه صعبه جدا بسبب ابوك مثلا، فكل المعاناه انت عشتها بسبب ابوك. ولكن المسؤول عن حياتك هو انت. والسؤال اللي اي حد ممكن يساله لك، طب وبعدين هتعمل ايه؟ ما هو انت حصل لك ده وانت بتعاني منه، واللي عليه اللوم اهلك، ابوك، امك، المجتمع. طيب مبروك، عرفنا الملام ابوك وامك، انت هتعمل ايه؟ خلاص المشكله حصلت، مين المسؤول عن حياتك؟ يو. ودي اصعب حاجه في افكار علم النفس، ان انت عايش دور الضحيه، عندك مشكله نفسيه بسبب ابوك، وصلت لسن ال 21 سنه ولسه عندك نفس المشكله النفسيه، هو السبب. انا متفق معاك في كل ده. سؤالي بقى، انت عملت ايه؟ ما هو سبب بس انت المسؤول عن حياتك، ليه ما شفتلهاش حل؟ دورت على حل ما لقيتش، رحت لدكتور نفساني، عافرت في الدنيا، سالت ناس، سالت اصحابك. كونك مجروح او متضايق او بتعاني ده ما يعنيش انك لازم تحل المشكله. يعني لو حد كسر لك باب الشقه ممكن تكون انت مش مذنب لان حد غيرك كسر باب الشقه، لكن لو سبت باب الشقه مكسور لحد ما البيت يتسرق فانت بقيت مسؤول عن السرقه لانك سبت باب الشقه اللي كسره غيرك مكسور. الفكره دي تقيله جدا وممكن تعذب ناس كتير. ايوه، المشاكل النفسيه اللي حصلت لك في حياتك مشكلتك، مسؤوليتك، مش ذنبك، بس مسؤوليتك. على قد ما هي تقيله على قد ما هي هتحررك، هتخليك فري يا تيحة، لان انت اول ما تفهم انك مسؤول عن استجابتك عن رد فعلك هتبدا تدور حل ليها، بدل ما انت عايش في العقده النفسيه وسايبها جوه نفسك. هترجع تسيطر حتى لو جزء بسيط، بس انت هترجع تسيطر وتحس ان انت المسؤول عنها. الكاتب بيقول لك حاجه قويه جدا يا تيحة، ان انت لما بتختارش انت كده اخترت. بمعنى سكوتك في اجتماع مهم مع الاداره وعندك فكره قويه جدا ممكن تحل المشكله وما بيواجهوها، وانت قررت تسكت عشان خايف يشوفوك غبي، ده هنا انت مش هرب، انت اخترت تسكت. انت هنا غيرت حاجات كان ممكن تحصل في المستقبل، فانت كده اخترت حاجه. اخترت انك كان ممكن ترمي فكره تطلعك السما او تنزلك الارض، انت اخترت انك تفضل زي ما انت. فعدم الاختيار هو اختيار، يعني سكوتك اختيار، التهرب اختيار، التسويف ده اختيار، التأجيل اختيار، ان انت بتقول مش عارف طول الوقت ده برضو اختيار. ده فكر الكاتب عايز يوصله لك، لان ناس كتير فاكره ان اللا قرار حاله محايده. لا يا حبيبي، اللا قرار قرار، والتأجيل ده موقف، والهروب ده رد فعل. سكوتك وقت عصبيه ده قرار انك بتحافظ على العلاقه. انت في كل لحظه بتختار ازاي تتصرف، ازاي ترد، ازاي تفسر الكلام اللي بيتقال. انت كل يوم عندك ملايين الملايين الملايين من الاختيارات، حتى انك يجيلك اشعار او نوتيفيكيشن على الموبايل وانت تطنشه ده كان قرار منك انك ما تضيعش وقتك عليه.
انت مخطئ في كل شيء وانا كذلك. الكاتب بيقول العظمه الكبيره ان احنا كبشر بنتغير باستمرار. انت دايما غلط. لو يا تيحة بصيت على نفسك من 5 سنين، ودي بتحصل معانا كتير واولهم انا، بتقعد تسال نفسك اللي هو ايه الغباء او ايه القرارات الغبيه او ايه العته اللي انا كنت بعمله ساعتها، او ازاي كنت بفكر كده. وده بحد ذاته مرعب شويه، لان انت لو فكرت فيها طب ما يمكن انا كمان 5 سنين اقول نفس الكلام على نفسي، لان انا شايف ان انا عملت كميه غلطات زمان غبيه بمعنى الكلمه، وده اللي خلاني دلوقتي احكم عليها انها غبيه، وكمان 5 سنين هحكم على اللي انا بعمله دلوقتي ان هو غباء. فاللي الكاتب بيقولوا ان الخطا مش حاجه وحشه ولا مصيبه، الخطا جزء من التطور، الخطا هو بدايه التطور ذات نفسه. لانك لو شايف نفسك عاقل دلوقتي كنت شفت نفسك عاقل من 5 سنين. الكاتب بيقول لك ان النضج الحقيقي مش انك تشوف نفسك دايما صح، النضج الحقيقي انك مستعد دايما تشك في نفسك. طيب انا في الحته دي عندي مشكله شويه، ممكن ناس كتير عارفه عني الحوار ده. انا شخص عنيد جدا جدا، مش اني دايما شايف نفسي صح، او هم ممكن وانت بتناقش معايا هتحس ان انا دايما شايف نفسي صح، او ان انا دايما لازم اطلع صح، او لازم دايما اطلع من النقاش كسبان. مع ان حتى لو النقاش ده في حياتي وانت بتحاول تنصحني لحاجه صح انا ممكن اعند معاك، ولكن ناس قليله جدا عارفه الموضوع ده. انا اكتر شخص في الدنيا بهدم نفسي، بمعنى انا اكتر شخص بعد ما اخد نقاش مع اي حد برجع انا كل اللي انا عارفه عن حياتي، كل المعلومات، كل ده غلط. انت شايف نفسك بتعرف تكتب سكريبت؟ لا، انت عشان تتعلم حاجه جديده لازم تكنسل كل ده، لان انا دايما مقتنع ما دام انا اخدت طريق ومشيت فيه ووصلت لنهايه معينه مسدوده، انا لازم اكنسل الطريق ده كله واهدمه وارجع من الاول عشان اشوف اتجاه تاني. فانا دايما بهدم نفسي، ما اعرفش ليه، بس دايما احيانا لما بخش نقاش حتى لو انا شايف نفسي صح 100% في النقاش ده، بكمل في النقاش، بحاول انتصر فيه طبعا، كده ده اساسي، لان انا مش غلط، انا دايما صح. اسمعني نرجع للموضوع. بعد ما بخلص النقاش برجع البيت، بقعد مع نفسي، بهدم نفسي، وبقعد اخد الموضوع من وجهه نظر الشخص اللي حكى لي او اللي اتكلم معايا، وبقعد احاول افهم، وانا يعني عايز اقول منعزل عن كل قراراتي وتفكيري وخبرتي وكل حاجه في الدنيا، واحاول اشوف ايه اللي هو بيقوله فيه ممكن يكون صح، وامشي في الطريق ده حتى لو بمخيلتي، واحاول اوصل للي هو عايز يقول. في حاجه تانية امي ربنا يخليها لي علمتها لي وانا في الامتحانات، قالت لي لو انت عايز تراجع اي مساله ما ينفعش تراجع على حل. اوبا، بمعنى انا حليت مساله ما ينفعش ارجع اقعد ابص على الارقام والستبس اللي انا عاملها وارجع عليها، دي مش طريقه مراجعه. قالت لي انت كده بتتتبع اللي انت عملته، كده مش بتراجع. لو عايز تتاكد ان انت صح ولا غلط، ورقه جديده وحل المساله من اول وجديد، شوف انت هتحلها ازاي تاني من اول وجديد، شوف الستبس اللي انت هتمشي فيه، لو طلعت نتيجه مختلفه يبقى انت كنت غلط في الاول او انت كنت صح في الاول. فالفكره هنا ان انا ما رجعتش اللي انا مشيته، لا انا هدمت وبنيت. دي جزئيه صغيره كاتب قال عنها كلام خفيف جدا، وهو تاكيد للي فات، بس هو بيوضح لك ان انت مش لازم تكون اوفر ودايما مشاكك في نفسك وانت دايما فاكر نفسك غلط. لا، الفكره بس ان يكون عندك دايما استعداد تحط علامه استفهام في اي وقت. يعني تسال نفسك انا ليه مقتنع بكده؟ مين قال؟ ايه الدليل؟ هل انا متمسك بالفكره دي لانها صح ولا عشان هي مريحاني؟ ولو انت متمسك بيها لان هي مريحاك ده مش غلط. لو دي حاجه انت متمسك بيها ممكن تكون غلط بس هي مريحاك، اتس اوكي. ما تشككش بنفسك بشكل اوفر ولا تثق بنفسك بشكل اوفر. الكاتب بيقول لك بطل تعتبر حتى الانجازات اللي انت عملتها كحاجه مقدسه. مش معنى ان انت عملت حاجه زمان ونجحت انها هتنجح دلوقتي، وده مش معناها ان انت ما عندكش الخبره الكافيه ان انت تطلع حاجه جديده دلوقتي، فخليك في النص. الكاتب بيقول لك الهويه لو اتجمدت تكسر صاحبها. الكلام ده بيفكرك بايه يا تيحة؟ ايوه، دي كانت موجوده في كتاب العادات الذريه. قاعد يقول لك ان الشخصيه بتاعتك لازم تكون فليكسبل، مرنه يا تيحة، مش جامده، مرنه. بطل تشوف نفسك الشخص الاذكى لانك لو غلطت هتنهار، او تشوف نفسك اللي مستحيل حد يكرهه لان لو حد كرهك هتتضايق من نفسك. خليك شخص ذكي عادي جدا، بيغلط وبيتعلم. خليك شخص محبوب بس طبيعي في ناس هتكرهك. باختصار شديد ما تحاولش تدور على المثاليه لان المثاليه مش موجوده. خليك شخص عادي واقتنع من جواك ان انت شخص عادي. فيك صفات حلوه زي ان انت ذكي بعيدا عنك يا تيحة، طبعا انا بتكلم عن نفسي. في صفات انك محبوب دي موجوده فيك بصراحه يا تيحة، ما اقدرش انكرها، بس مش معنى كده ان كل الناس بتحبك. مش معنى كده ان انت عشان ذكي مش هتغلط. ما ينفعش تبقى تمثال يفضل بنفس الشكل دايما. لو جمعنا الفصلين اللي فاتوا دول مع بعض اللي هو المسؤوليه والشك، هيطلع لك حاجه اسمها النضج. الوعي يا تيحة انك تبقى شخص ناضج. اتكلمنا في الحلقه الاولى برضو عن النضج، انك تدي كل حاجه على قد قيمتها. دلوقتي بيقول لك ان كمان عشان تبقى ناضج اكتر لازم يكون عندك الحاجتين دول، المسؤوليه والشك. زي ما قلنا ان انت ممكن تكون مش مذنب بس انت
انت المسؤول عن حياتك. زي الام على ابنها، لما ابنها بيعمل مصيبه هو المذنب ولكن هي المسؤوله. لما الموظف يغلط الموظف هو المذنب لكن المدير هو المسؤول. وتاني حاجه الشك، ان الام لازم تكون واعيه ان الابن تصرف التصرف ده عشان انا ما علمتوش الحاجه دي، فلازم تشك في نفسها قبل ما تبدا تلوم الطفل. نفس الموضوع بالنسبه للمدير، لازم يشك في نفسه ان هو ممكن تعليماته ما كانتش واضحه للموظف، فهو يبدا يشكك في نفسه، انا اللي وجهت الموظف غلط فادى بيه للنتيجه دي. وده تحمل مسؤوليه زائد الشك في نفسه. ما يمكن هو مش متعلم كفايه، ما يمكن المدير مش شاطر كفايه انه يدي اتجاه دايركشن. المسؤوليه من غير شك ممكن تخليك شخص مش عارف اقول لك ازاي بس متعجرف، والشك من غير مسؤوليه هتخليك ضايع. لكن لو وجد الاثنين مع بعض هيخليك شخص ناضج، لانك عارف ان في مشكله فانت بتشكك في نفسك، ممكن اديت دايركشن غلط، ممكن ربيت ابني بطريقه غلط خليته ينتج عنه الفعل ده، فابدا اهدم كل المعايير اللي عندي واحاول اكتشف ايه اللي سبب المشكله دي عند ابني، او ايه الحته الغلط اللي انا وصلتها للموظف خليته يطلع النتيجه دي. الاثنين مع بعض يا تيحه يعملوا لك حاجه اسمها النضج، انك تحملت المسؤوليه وانك شكيت في نفسك. قصه غريبه جدا عايز اسردها، ما اعرفش ليها علاقه بالموضوع ولا لا بس عايز اسردها يعني فبراحتي. قناتي فتره من الفترات كنت بعمل فيديوهات كتير وبتاع، وجه واحد صاحبي قال لي احمد بطل تشتغل بجهد اشتغل بذكاء. انا طبعا ما عجبنيش كلامي، يعني انا اكتر شخص بشوف نفسه هارد وركر في الدنيا، ولكن خدنا خناقه طويله في الحوار ده ورجعت البيت قعدت راجع كلامه، اهدم في نفسي وراجع كلامه واهدم في نفسي وراجع كلامه واهدم في نفسي وراجع كلامه، وبعدين قلت ما يمكن الواد ده صح، ما تبدا تدور انك تشتغل بذكاء، ما يمكن ده الصح. وبالفعل بدات اشتغل بذكاء وحققت نتائج، وساعتها اقتنعت باللي هو بيقول ومشيت عليه فتره، قللت الشغل بجهد وزودت الشغل بذكاء. لكن في نقطه معينه في حياتي وصلت لحته مش قادر اعديها فهدمت نفسي، فرجعت انا والشخص ده وقعدنا تاني قعده تانيه ودخلنا نفس النقاش تاني وقلت له انت كنت غلط. قال لي وانت كنت غلط. كنا احنا الاثنين غلط، انا كنت غلط لاني كنت فاكر ان العمل بجهد بس كفايه، وهو كان غلط لانه فاكر ان العمل بذكاء بس كفايه. ولا هي 50-50 لمعلومتك، هي 20-80 او ممكن 10-80، 10% ذكاء 90% مجهود. دي اللي توصلك اللي انت عايزه. انت بتفكر بعدين بتشتغل، مش بتشتغل وانت بتشتغل بتفكر، لا انت بتفكر بتخطط بتعمل بعدين بتشتغل. شوف في القصه دي انا كام مره هدمت نفسي ورجعت بنيتها تاني، والعايز اصدمك ان كل مره كانت بتجيلي نتائج وبوصل لحته مش عارف اعديها، بهدم وبرجع. ما يمكن انا اصلا كل ده ماشي غلط. الحته دي حسستني اني حرفيا ناضج، انك مقتنع ان كل مشكله بتحصل في حياتك بسبب ناس تانيين او بسببك انت مسؤول عنها، وانك دايما مستعد تشك في نفسك ويمكن انت غلط. ده حرفيا هو النضج. ففي اخر حلقه دي يا تيحه عايز اراجع معاك شويه حاجات. اول حاجه يا تيحه، عمرك ما هتهرب من المعاناه، انت كده كده هتعاني، وان قيمك يا تيحه اهم من مشاعرك، لان قيمك هي اللي بتحدد اصلا مشاعرك، انت ليه تتبسط وليه تتضايق. وان انت يا تيحه مسؤول عن حياتك، حتى لو انت مش مذنب انت مسؤول. وان انت يا تيحه بتختار دايما، حتى لو انت قررت انت تشوف الحلقه دي وبعدين تقوم تشتغل، انت اخترت تاجل، انت اخترت تسوف. انت من اول ما تصحى من النوم عندك مليون قرار ممكن تاخد، كل قرار هيوديك في حته. كل ماسك التليفون قلت فيه انا اسكرول 5 دقايق قلبت بساعتين، ده كان قرار منك. ان انت بتشوف فيديو في اللي بعده ده قرار منك، حتى لو انت واخد القرار ده بشكل تلقائي. وفي الاخير انت غالبا غلطان في حاجات كتير وانا برضو غلطان، ودي مش اهانه، دي بوابه النمو. ان انت شايف نفسك عملت قرارات كتير غلط من 5 سنين ودلوقتي انت قادر تحكم عليها انها غلط، كمان 5 سنين هتشوف نفسك دلوقتي برضو خدت قرارات كتير غلط. فالغلط يا تيحه هو النمو مش النهايه. مش مطلوب منك تهرب من الوجع ولا تثبت انك شخص جامد جدا ولا تبقى صح طول الوقت ولا تبقى ضحيه طول الوقت. المطلوب منك تختار ايه اللي يستاهل الوجع ده كله وتتحمل مسؤوليه الطريق بكل الحاجات اللي بتحصل فيه، حتى لو كانت المشاكل اللي بتحصل فيه بسبب ناس تانية. وما تنساش تبقى مستعد انك تغير نفسك وانت ماشي. الانسان يا تيحه لا ينضج حينما تختفي معاناته، ولكن الانسان ينضج عندما يفهم لماذا يتألم ويتحمل مسؤوليه ما سيفعله بهذا الألم. بالمصري يا تيحه الانسان ما بيبقاش شخص عاقل وواعي لما بيختفي الوجع والمشاكل من حياته، الانسان بيعقل لما بيفهم هو ليه بيتوجع ويتحمل مسؤوليه هيعمل ايه بالوجع ده. اتمنى تكون استفدت باي حاجه من الحلقه دي يا تيحه، ولو استفدت ابعتها لغيرك، يمكن في ناس عندهم اوفر ثينكينج والحلقه دي ممكن تحل لهم المشكله. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتستنى الفيديو الجاي. بس ده اللي كان عندي النهارده.